من أول يوم في كلية الهندسة بيتعلم المهندس يشتغل بعقله، منطق، تحليل، أرقام. بس في حاجة محدش قالها له، أي نعم هو بيكتشفها مع الوقت، بس أنا هقولها لك بدري إنه بس مش بيبني مبنى، هو بيبني معنى. وعشان تستوعب كلامي بشكل أحسن، المهندس ممكن يزرع شجرة في قلب ساحة الناس ترتاح بالخضار والزرع وسط دوشة المدينة. ممكن يصمم نافورة فتتحول المية لحالة من التأمل والهدوء والاتزان. يرسم منحنى بسيط في ممر فيغير اتجاه الناس ويوجه حركة عقولهم قبل أجسادهم. ممكن يفتح فتحة نور في سقف مسجد فيحول شعاع الشمس لجزء من لحظة الخشوع. ممكن يوزع المداخل والمخارج حوالين ساحة عامة فيوجه تجمع الناس ويخلق إحساس جماعي بالترابط. كل قرار معماري هو رسالة بتوصلها للناس بشكل غير مباشر، وكل فراغ بتعمله بيفرض وعي على الناس من غير ما يحسوا. الهندسة يا صديقي مش ديكور، دي وسيلة لصناعة الإدراك الجمعي. والمهندس اللي يقرر يرفع تمثال ما بيحطش بس حجر، هو بيزرع رمز، والرموز عمرها ما كانت بريئة. هو اختيار فكري قبل ما يكون تصميم فني، وكل اختيار بيشكل وعي ويبني ذوق وينحت في اللاوعي الجمعي للمجتمع. الهندسة مش شغل أدوات، دي رسالة بتتبنى بالطوب وبتدخل القلب من غير استئذان. ولما المهندس يقرر يرفع تمثال في نص الميدان فهو مش بيحط ديكور، هو بيختار رمز. حتى لو هو بيختاره بشكل فني فقط، فهو بيزرع في دماغ الناس في الإدراك الجمعي. أنا هترجمها لك دلوقتي. هنا بقى المهندس لازم يقف ويسأل نفسه، هو بيرفع شكل ولا بيزرع فكرة؟ فكرة ممكن تكون توحيد أو تكون شرك لابس تاج الفن. كل شكل بيحمل وراه قصة، وكل قصة ليها جذر، والجذر ساعات بيكون شرك حتى لو لابس وش الفن الراقي. الهندسة مش فن صامت، دي خطاب بصري بيشكل وعي أجيال. ودي مش فلسفة، دي وظيفة الهندسة من أول ما اتعملت، تشكيل العقل البشري من خلال الفراغ المادي. هات مخك وتعالى. بص يا صديقي، تعالى نبدأ من الجذور. القصة مش دينية بس، دي معمارية وتاريخية كمان. لو رجعنا لحضارة قوم نوح، مشكلتهم ما كانتش علمية، كانت في استخدام الشكل لتجسيد المعنى. كان 5 رجال صالحين جدا وبعدين ماتوا. الناس حزنت عليهم فقررت تخليد ذكراهم، مش بنصوص دينية ولا بسير مكتوبة، بل بأقوى لغة تأثيرية وهي النحت. وساعتها كان غرضهم شريف. أنا مش هقولك فن، أنا هقولك تخليد ذكرى صالحة، يعني أحسن بمليون مرة من الفن. وساعتها بسبب الموضوع ده اتأسس شر عظيم وشرك بالله. أفهمك يا صديقي ليه بالذات التماثيل، بس خلينا نمشي واحدة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع تمثالا إلا طمسته. معنى الحديث إننا نطمس التماثيل، ده أمر من النبي. تقوم انت بقى يا باشمهندس تعمله؟ طبعا ده ما ينفعش. والنبي برضو صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وصورة هنا يا صديقي يعني برضو تمثال. والنبي بيقول في الحديث إن الملائكة مش بتخش في بيت فيه تمثال. انت فاهم انت بتعمل ايه؟ انت بتفتح بوابة للشيطان بنفسك وبإيدك. ولما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة وجد ستارا فيه تصاوير، غضب وهتك الستر وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. معنى الحديث يا صديقي إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة ولقى قماش عليه تصاوير، فساعتها النبي هتك الستر ده وقال إن اللي بيصنع الحاجات اللي فيها تصاوير بيتعذبوا يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة
المصورون. في بقى واحد مهندس هيقول لي المصورون ملهاش علاقة بالتماثيل. هقول لك لأ، كلمة الصورة أو المصورون في النصوص تشمل كل ما يظهر هيئة ذوات الأرواح سواء مرسوم أو منحوت. النبي بيقول ما تشوفش تمثال إلا وتطمسه. ده غير ان ابن عباس قال إن الشياطين تتخذ من الصور مساكن لها، يعني التمثال بيسكن فيه الشيطان. والإمام مالك قال إن الصور التي فيها أرواح تسكنها الشياطين وتطرد بها الملائكة. يعني الصورة أو التمثال مش مجرد مجسم ساكت، ده ممكن يكون بوابة لوجود الشيطان فعلا. وده بيفسر ليه كل حضارة وثنية ارتبطت فيها التماثيل بالشياطين والجن والسحر. انت ممكن تكون بتجهز مأوى للشيطان وتسميه فن. وفي الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفي حديث تاني إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. كل دي نصوص قطعية بتحريم صناعة التماثيل ذوات الأرواح. وعلى فكرة يا صديقي، موضوع التماثيل مفهوش اختلاف بين العلماء. الإجماع من العلماء قالوا على تحريم التماثيل المجسمة، خصوصا لما توضع للتعظيم أو حتى للتزيين. التزيين يا صديقي ركز، يعني انت هدفك سامي وهو التزيين، وده حرام لأن كان فيه اللي هدفه أفضل منك. أيام قوم نوح عملوا التماثيل مش للتزيين، ده عشان يفتكروا ناس صالحين، وفي الآخر حصلت كوارث لأن التماثيل دي كانت بوابة للشياطين. وابن حجر قال التماثيل من أشد ما يدخل تحت الوعيد لأنها من أسباب الشرك. النهاردة في فجوة بين الوحي والفن المعماري. بس خليني أسألك كمهندس، لما يجي نص نبوي صريح ويصطدم بذوق عام، انت تميل لأنهي واحد؟ الذوق العام والفن ولا النص النبوي الصريح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة كسر التماثيل كلها بإيده. انت بقى يا مهندس بترجعها تاني بإيدك. اوعى تفكر ان المشكلة في نيتك. قوم نوح نيتهم كانت طيبة، المشكلة في انك بتستخدم ادوات تأثير جماعي من غير ضوابط الوحي. التمثال مش كائن صامت، التمثال بيتكلم حتى لو ما نطقش. والتاريخ بيقول لنا كل تمثال بيحكي عقيدة، ولو العقيدة مش التوحيد فهي بالضرورة ضلال. وكل ده بيأكد ان القضية مش قضية نية او ذوق، دي قضية عقيدة. ومش بس اللي بيصنع تمثال بإيده، لكن حتى الطلاب اللي بيرسموا تماثيل في الكليات والمعاهد الفنية لازم يفهموا إن مجرد رسم تمثال على ورق لو فيه تجسيد لروح داخل في التحريم. ده مش تدريب بريء، ده شيء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وبيؤدي لعاقبة خطيرة. التمثال مش بس شكل، التماثيل تاريخ، والتاريخ قال كلمته من أول البشرية. مفيش مانع إنك تبدع، بس ابدع ضمن حدود التوحيد مش حدود الوثنية. وانت كمهندس ليك طريقين ملهمش تالت، يا طريق رضا الرحمن يا بوابة وجود الشيطان. كان معك الفاتح، فتحت لك باب العقل والدور عليك تفتحه لحد تاني.